دعائين معرفش أعيش من غيرهم وما ينفعش تكون مش عارفهم، هيفرقوا معاك في حياتك بشكل رهيب، ولو التزمت بيهم هتلاقي كل حاجة حواليك بتحصل بأحسن طريقة أفضل ما أنت تخطط لها مليون مرة. أنا لسه مخلص السنة اللي فاتت 5 طب بشري، وأنتوا عارفين الكلية قد إيه صعبة، وأنا بشتغل مدرس أحياء مع الدراسة، أنتوا عارفين كده كويس. الشغل بياخد مني في الأسبوع 5 أيام، 2 سنتر و3 أونلاين، فالناس دايما بتستغرب وتسألني أنت إزاي بتعمل كل الحاجات دي مع بعضها. إجابتي بتكون بسيطة خالص، أنا بس بسعى، بجتهد، بعمل اللي عليا وبدعي كتير. حرفيا ربنا بيخلص لي كل حاجة أحسن مما أنا عاوز، وافضل بكتير جدا من احلامي انا شخصيا. تعال بقى اقول لك ايه السر. السر في الدعوه. دعوتين سمعتهم في صلاه التهجد من سنين طويله: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. الدعوه الثانيه: يا ربي اسالك من خير ما سالك به عبدك ونبيك محمد، واستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد، واسالك الفردوس الاعلى من الجنه، واعوذ بك من سخط ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها.